من هنا كانت الانطلاقة الفعلية لملتقى أفريكت في نسخته الأولى، نسخة اختير لها الصبار شعارا أراد من خلاله المنظمون الوقوف على أهمية المنتجات المحلية. الملتقى كان واجهة للعديد من التعاونيات الوادنونية والجمعيات المحلية، وكان أيضا فرصة لقبيلة آيت ياسين بجميع مكوناتها البشرية للحضور المكثف من حسلقاح وفم الواد وثيكتيبن وبوزنكاد، رأس أقويام، أحناضير، المشيبيك، العين، الركينة والمحيفير. الكل أتى بل جسد مأقولة لا فرق بين هنا وهنالك، لأن القبيلة تتطلب ذلك. في اليوم الختامي كان الجميع على موعد مع استقبال الوفد الرسمي بقيادة والي جهة قلميم وادنون. 5 مساء بالتوقيت المحلي وقف بحلولها الجميع رافعا عالم آيت ياسين عاليا. إنه الاستقبال المرفوق بأحر التعابير الترحيبية. مرحبا أيها الضيوف، آيت ياسين بلادكم الثانية بعد الأولى. عبارة بذا وكأن والي جهة قلميم وادنون استوعبها وهو يحط قدمه على أراضي الشرفاء، وحال لسانه يقول: ها أنا قد جئتكم. وعديد وجهاء وأعيان قبيلة الكركيك ونحتفل بكل ضيوف الأكارم على التربة النبية والشماعة الترابية. العادة هنا فرضت نفسها، ومن خصوصياتها البائنة تعرف العديد من النقاط لسعادة الوالي من خلال الأروقة الموضوعة من أجله، ولكم أن تتابعوا معنا أبرز حركاته. كامل هذيك ما نساوهاش، حاجة ما تنساش التقاليد. جولة داخل الأروقة وتبادل للأفكار بين الجمعيات المشاركة ووالي جهة قلميم وادنون. هيا إن شاء الله. الفستان الغني ولكيف والي آيات من الذكر الحكيم وكلمة لرئيس المجلس الجمعي، ثم عروض للفروسية وتلاوة برقية الولاء والإخلاص كان أبرز مكان أثناء حضور والي جهة قلميم وادنون. آيت ياسين، آيت الحسن، ثم القادمون من آيت حماد هي الفرق التي شاركت في ملتقى الصبار ضمن مباريات الفروسية.
بعدها وبعدما استمتع الوالي بما وجد قرر المغادرة، فكانت بقدر قيمته مرفوقة بالجميع. تم إذن الوداع، وجلست آيت ياسين على تقاليدها. مباراة في كرة القدم خسرها الفريق المحلي أمام جولميم. تواصلت بعدها الأمسية بالعديد من الكلمات، وهنا وقفت آيت ياسين على قدم واحد وبكلمة واحدة عندما تحرك المنشط مناديا باسم محمدي ولد بلال ولد بابانا، الأسطورة الحية الذي تم تكريمه بصورة حق فيها السؤال: هل هذا يكفي يا منظمون؟ أنا ياسيني من فتيان الجاسين في العهد الجديد. الشاعر الصحراوي رمضان البغيل أبدع على المنصة، والساكنة معه أبدعت واستمتعت بملتقى الصبار في نسخته الأولى.
الفنان الصحراوي القمراني هو من أبدع في ملتقى ياسين. إلى هنا يكون ملتقى أفركت قد انتهى. شكرا للأصدقاء هناك على الاستضافة وعلى حسن الضيافة، بداية بالإخوان أضغار وشمورك والعثماني الحزاني النحاسي البلاوي الصادق السروي، واللائحة طويلة جدا. مجموعة شباب أيت ياسين أولاد الخيمة الكبيرة بقيادة المدير التنفيذي عبد الرحمن الياسيني والزملاء المصورين أضغار بوجمعة وحفيظ حزاني، وأنا فرحان مباشرة من جماعة أفركتس القروية.